ماتوا في يومين 10 اطفال، اثار تساؤلات كتيره جدا. في كلام غريب وعجيب، البعض بيقول ان الناس اللي واقفين على الحضانات مش مؤهلين للتعامل مع الحضانات الجديده، بعض بيقول ان الكهرباء بتتقطع. كلام كتير، واضح ان المساله دي اتكررت السنه اللي فاتت وبتتكرر دلوقتي للاسف. 10 اطفال في اي حته تانية كانت تبقى كارثه والدنيا تقوم وما تقعدش. نشوف ايه اللي حصل في التقرير. حالة من الرعب والفزع اجتاحت محافظة الشرقية بعد ما تم الإعلان عن وفاة 10 أطفال في حضانات مستشفى الزقازيق الجامعي، وتطلب سؤال برلماني وتحرك منظمات حقوق الإنسان، وكانت كاميرا 48 ساعة متابعة للحدث. ذهبت للمستشفى وكانوا مصممين مش يدخلوها إلا بتأمين، وأنا مش كان معايا المبلغ اللي هم عايزينه فدفعت شيء منه، وكان داخلة يعني صفرة عادية، وقال لا لازم اعملها دم، وتبرعت بدم تاني يوم وحالتها استقرت في اليوم التاني وتمام وكل حاجه. فبسأل الممرضه فبتقول لي فامال الاطفال راحوا فين اللي كانوا هنا؟ فقالت هم ماتوا. وكان رد مستشفى الزقازيق الجامعي الوفيات اللي كانت حصلت اخيرا في مستشفى الزقازيق الجامعي، الحالات دي معظمها كان وزن الطفل بيتراوح من 1250 كيلو جرام الى 2 كيلو جرام، وكانت محوله حالتين منهم 3 حالات منهم محولين من مستشفى خاصه وكانوا على جهاز التنفس الصناعي. وبعد استنزاف الموارد الماليه للاسره بتضطر الاسره انها تنقل هذه الاطفال في هذه الحاله السيئه الى مستشفى الزقازيق الجامعي. ألم فظيع لأمهات اتحملوا 9 شهور في معاناة وانتظار عشان يشوفوا ضحك الطفل رضيع، لكن للأسف شالوهم في الآخر جثث. بس اللي بتاع التلاجة بقول هو العيال اللي في الحضانة كلهم ماتوا، فقال جالي 8 حالات الساعة 2 بالليل و2 بعديهم بساعتين، فحسبنا الله ونعم الوكيل فيه. بطالب ان المفروض الناس دي تتحاسب عشان الغلطه دي مش تتكرر مع ناس تانيين، لان 10 مش شويه. يعني انا معايا توأم، في ناس مش معاها تاني. لما يموت في مستشفى 10 حالات اطفال في يومين ورا بعض والاطباء يفشلوا في انقاذهم، تفتكروا دي صدفه ولا اهمال، ولا زي ما قال الدكاتره احنا مستشفى حكومي والحالات اللي بتجيلنا من بره خلصانه؟ نفسي حد يرد عليا. وفي الاخر إنا لله وإنا إليه راجعون. هشام البرجي، 48 ساعة، قناة المحور. والله يا هشام مش انت بس اللي عايز رد، احنا كمان عايزين رد، ومعانا على التليفون الاستاذ ماهر الدمياطي رئيس جامعة الزقازيق. دكتور ماهر مساء الخير. مساء الخير. يعني 10 مرة واحدة، يعني حضرتك مش شايف ان دي مش يعني صعب انها تكون صدفة ان كلهم حالاتهم صعبة؟ الحقيقه خلينا نقول ان الموضوع بدا الحقيقه بشويه مغالطات. في موقع عندنا اسمه شرقيه اونلاين ده على النت، ده بتاع جماعه الاخوان المسلمين. الحقيقه ظهرت فيه معلومه عن ان في وفاه ب8 اطفال في مستشفيات جامعه الزقازيق، بايحاء وان كان ال8 اطفال ماتوا بالفعل في نفس اللحظه. وصلنا الخبر، الحقيقه انزعجنا، ولكن كان لابد من تكوين او تشكيل لجنه من اساتذه اطفال جامعه الزقازيق، واحنا عندنا وفره منهم الحقيقه. وقلت لهم انا عايز فحص لهذا الموضوع ورد عاجل وسريع بمجرد ما عرفت هذا الموضوع. حقيقه الامر حتى متصور في هذا الموقع حضانه. بغض النظر عن الموقع يا فندم، بغض النظر عن الموقع يا دكتور ماهر، لان مش هو ده قضيتنا. حضرتك كرئيس جامعه ومسؤول عن مستشفى تعليمي، وفاه عدد كبير من الاطفال سواء بشكل متزامن او بشكل منفصل يستدعي ان حضرتك فعلا تشكل لجنه وتقول لنا. نثير الراي العام، عشان كده لازم الراي العام يفهم الحقيقه. انت حضرتك كده يا دكتور، عفوا معلش، حضرتك بتدخلنا في حيطه سد. في 10 اطفال ماتوا ولا ما فيش؟ لا مش 10، 8. قول في 8 ماتوا، في 8 ماتوا، وحاله في ريبورت مكتوب في 8 يا دكتور، في 8 ماتوا. خليك معايا. الاخوان المسلمين والفزاعه، اسمعني بس اسمعني، احنا بنتكلم يا دكتور دلوقتي، بنتكلم في حياه او موت. الاخوان المسلمين والفزاعه وتخوفنا وتخوف الدوله ويبقى خلاص الكلام ده مالناش علاقه بيه. في 8 اطفال ماتوا، او لا صدفه ولا خطا من عندك؟ هو ده حوار كده؟ امال ده ايه؟ شايفه ايه؟ ده مش حوار، ده مش ما انت داخل لي في الاول، بتتوهني عن الموضوع يا دكتور. في 8 اطفال ماتوا. الموضوع متكامل. اتفضل يا فندم.
اتفضل يا دكتور. اما الحوار انت يعني متكلمين دلوقتي عشان تعرفوا الحقيقه ولا لا؟ ما احنا عايزين نعرف الحقيقه يا فندم، بس ايه كده. يعني عايزين نعرف اللجنه دي انتهت لايه؟ الاطفال ماتوا امتى؟ جابت تقرير لكل حاله منفصله. جميع هذه الحالات التي وصلت قدامي حاله دلوقتي وانا بكلمكم. ايوه. كل الحالات دي احد حلين، كلهم مبتسرين، كلهم جايين من حضانات من خاصه في قطاع خاص. طب كلهم يعني الفاصل الزمني، اسمح لي حضرتك بقى يعني ايه نفسر للساده المشاهدين اذا حضرتك شايف ان احنا مش عايزين نهول الموضوع. أيوة الفاصل الزمني بين وفاه كل طفل والتاني قد ايه؟ اقول لحضرتك انا طلبت بقى ايه؟ ممكن يبقى 6 ساعات، 24 ساعه، 5 ساعات، ساعتين. ده الفاصل الزمني في مدار 3 ايام اللي هم ماتوا فيه. خليني بس اقول لحضرتك انا طلبت يعني قلت تقرير عن نسبه الوفيات في هذا الموقع على مدار ال6 اشهر الماضيه. عشان نوضح بس للناس ان الموضوع فيه شويه توضيح كده. على فكره النسبه العالميه لوفاه الاطفال. طب يا فندم بس خلينا نبعد عن النسبه العالميه، ونبي احنا بعاد قوي عن النسبه العالميه يا دكتور، معلش اسمح لي يعني. لا طب ما تسمعي النسبه ايه؟ احنا بعاد قوي عن النسب العالميه دلوقتي. النسبه ايه هي؟ النسبه ايه؟ النسبه الاطفال المبتسرين اقل من 1.5 كيلو. لا مش هينفع يا دكتور. معلش يا دكتور احنا مش هينفع الكلام ده يا دكتور. تفاصيل 8 حالات وفيات انتهوا في يومين. وانا بصراحه في اي دوله تانية في النسب العالميه اللي حضرتك بتتكلم عليها كان رئيس الجامعه كان يستقيل. انا اشكرك. وانا كمان بشكرك جدا، لان اظن ان حياه 8 اطفال غاليين علينا جدا جدا، وانت هتدخلني في النسب العالميه وفي الاخوان المسلمين. ما تدخلنيش في الاخوان المسلمين ولا النسب العالميه من فضلك. ما تقعدش تعلق بقى على الاخوان المسلمين. انت بتقول لي على قصه انا بكلمك عليها. استقيل او لا استقيل هذا من وحي ضميري. انا ايه علاقه الاخوان بالموضوع اللي بنتكلم فيه يا دكتور؟ اثاروا الموضوع بطريقه من حق اي حد يسير الموضوع يا دكتور. احنا دلوقتي اللي بنقول لحضرتك عرفنا ان في 8 ما بقاش نقاش كده يا استاذ سيد. لا طب احنا بنخش انت طلبت القصه ايه بداتها صح، ما عجبكش الكلام. لا احنا يا فندم رحنا بناء على انه في 8 اطفال توفوا وكده، المعلومه مظبوطه. انا بسال حضرتك هذا الاطفال اللي توفوا دول لانه حالتهم يعني معلش كانت سيئه ومتدهوره، يعني هم لو كانوا في حضانات اخرى وفي مستشفى اخر وفي رعايه اخرى كان طبعا دي اعمار وقدر، كان ده هيحصل؟ يعني ما فيش اي شبهه اهمال، ما فيش اي شبهه قصور. انا بسال حضرتك كرئيس جامعه وكمسؤول علمي. المسؤول العلمي بيطلب منه ان يفحص الموضوع بفحص دقيق جدا وتحقيق. ما نتج عنه هذا التحقيق اقول لحضرتك عليه. في اي قصور في هذا الموضوع يا دكتور؟ في اي قصور في هذا الموضوع؟ على الاطلاق. الشخصيه جميع الاجهزه هي اللي انتوا شفتوها دي، ما هي شغاله النهارده، ده كان ده اول امبارح، ما هي اللي شغاله فيها الاطفال. جميع الاجهزه دي اللي كان فيها من 6 اشهر بالنسب اللي مكتوبه قدامي. في يناير 132 طفل مات منهم 22، في فبراير 112 مات منهم 23. دي مصيبه ثانيه، دي مصيبه ثانيه. طيب استاذ دكتور ماهر الدمياطي رئيس جامعه الزقازيق، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المداخله ديت. طبعا من حقك طبعا تنفعل يا سيدة على الارواح اللي راحت، ومن حقنا نسال ومن حقنا نستفسر ومن حق اهاليهم كمان ان هم يعرفوا، لانه لما